تصور معايا الليل في شوارع أمريكا، كل شي ناس، كاين غير الشجر كيتحرك مع البرد، الأبواب ديال الديور مقفولة. ولكن في هاد السكون، في هاد الليل، كاين واحد العقل كيتحرك في الظلام، عقل ما فيه لا رحمة ولا شفقة، عقل كتب فيه أفكار سوداوية على ورقة صغيرة. هاد العقل المظلم كان ديال واحد سميتو ويستلي آلان دود، واحد من بين الأطفال اللي تزاد في مدينة صغيرة بوجه بريء، واللي من بعد ولا واحد من بين أخطر المجرمين في أمريكا. ولكن القصة ماشي غير على الجرائم، هي على الشر اللي كيكبر في الصمت، العقل المريض اللي كيتغذى على البراءة، والأماكن اللي ولا فيها الخطر. السلام عليكم إخواني، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نمشيو خطوة بخطوة من الطفولة ديال ويستلي آلان دود للمذكرات ديالو، والرعب اللي خلقه حتى النهار الطيحة ديالو، والعدالة اللي وقفت قدام الشر بلا رحمة. وخا تكون القصة صادمة، ولكن هي تحذير لكل واحد. الشر إلا ما توقفش بكري كيكبر وكيدمر كل شي من حوله. نهار 3 يوليوز 1961 تزاد ويستلي آلان دود في مدينة صغيرة في ولاية واشنطن. دارو كانت كتبان عادية، وهو من عائلة بسيطة ما كان كيبان فيها حتى شي حاجة خطيرة. ولكن الشر عمرو ما كيعلن على راسو بكري. ويستلي وهو صغير كان ساكت بزاف، قليل الهضرة، كيجلس بوحدو، ما كيبغيش يلعب مع الدراري. مع مرور الوقت بدا كيبان عليه سلوك ماشي عادي، حوايج صغيرة ولكن خطير بزاف. كيطول الشوفة في الدراري الصغار، كيتبعهم بعينيه، كيسول على الأماكن اللي كيكونوا فيها بوحدهم. ومنين وصل لفترة المراهقة ولا كيكتب بزاف، ماشي خواطر عادية ولكن أفكار مظلمة وميولات خطيرة وحواجز أخلاقية طاحت بكري. ويستلي كبر، ولكن المرض اللي في داخل راسو كبر معاه. حتى شي واحد ما كان حاس باللي هاد الشاب محتاج علاج نفسي عاجل، وحتى واحد ما حس باللي شي حاجة خطيرة كتدور في هاد الشاب. وحتى اللي يحسوا بشي حاجة من جهة هاد الشاب عينيهم تسدوا بالبراءة. هو بنفسه كتب في مذكراته من بعد، عارف باللي اللي كندير غلط ولكن ما نقدرش نحبس راسي. وملي الانسان كيغلط وكيعرف انه غلط كيكمل في الغلط ديالو، كيولي اخطر من اللي ما كيعرفش الغلط ديالو. في 1989 عام اللي تحل فيه باب الجحيم في ولاية واشنطن، في هاد السنة هادي ويستلي ولا كيخطط، مبقاش غير كيتخيل. كيخرج للحدائق، كيجلس بعيد، كيراقب الدراري الصغار، كيسجل الأوقات اللي كيلعبوا فيها الدراري الصغار، كيسجل حتى الأخطاء ديالهم. في شهر شتنبر في 1989 قدر يستدرج جوج ديال الدراري خوت صغار لواحد المنطقة غابوية. قال ليهم غير باغي يلعب معاهم ولا يوريهم شي حاجة عنده. البراءة ديال الدراري الصغار كانت هي الباب اللي دخل منه الشر. في ذاك المكان المعزول في الغابة دار الجريمة ديالو اللي ما تقدرش توصف بالكلمات. انتهت بقتلهم بدم بارد بلا رحمة ولا شفقة. رجع للدار ديالو وكتب في مذكرته كل شيء بلا ما يندم، بلا ما يبقى فيه الحال ويقول لك علاش قتلتهم. بعد أسابيع بعد ما قتل الدراري الصغار جوج خوت، دار جريمة خطيرة أكبر. استدرج واحد الطفل عنده 4 سنين، استدرجو للشقة ديالو، دار فيه فعل إجرامي هز أمريكا كاملة. في الصباح الطفل كان ميت، ويستلي تصرف وكأن شيء لم يقع. خرج عاش نهار ديالو عادي ورجع كيكتب. هادشي هو اللي خلى المحققين من بعد يقولوا هاد الإنسان ما كانش غير مجرم، كان خطر دائم على أمريكا. الشر كيظن ديما راسو ذكي ولكن راه كيغلط. ويستلي حاول يختطف طفل آخر من داخل السينما. طفل بدا كيغوت ويتجمعوا الناس، ويجي واحد من الناس ويشدو من اللور. في ديك اللحظة سالت اللعبة ديال ويستلي آلان دود. تشد ويستلي آلان دود وتشدات معاه الحقيقة كاملة. البوليس دخلوا للدار ديالو ولقاو المذكرات اللي فيها التفاصيل المرعبة، تصاور ديال الدراري الصغار
اللي ارتكب فيهم الجرائم والخطط المستقبلية للجرائم أخرى اللي كان غادي ينفذها. وواحد من المحققين قال كون ما تشدش ويستلي ألان دود كنا غادي نشوف مجازر كثيرة. في المحكمة ويستلي ما بكاش، ما طلبش الرحمة من القاضي باش أنه يخفف عليه الحكم، ولكن اعترف بكل شيء. هو طلب بنفسه الإعدام. قال القاضي إلا خليتوني نعيش غادي نهرب ونقتل مرة أخرى، لذلك عدموني تخلونيش في الحياة. نهار 5 يناير 1993 نفذ فيه حكم الإعدام شنقا في حبس ولاية واشنطن، وكان آخر واحد تعدم بها الطريقة في أمريكا. ولكن القصة مسالاتش هنا. قصة ويسلي ألان دود ماشي غير قصة مجرم، بل هي تحذير من تجاهل الأمراض النفسية، من السكوت على السلوكيات الخطيرة، ومن عدم حماية الأطفال. الشر إلا متوقفش بكري كيكبر، وإلا كيكبر كيدمر كل شيء. وهنا كتسالي القصة ديال اليوم، وكنشكركم بزاف على المشاهدة. نتلاقاو إن شاء الله في حلقة المقبلة، وشكرا لكم.